الخير متى 8 سنوات من العمل والتفاني والبحث الدقيق حتى نقدر نلاقي السبب الحقيقي وراء شغفنا واستمراريتنا بمهرجان زمن الجميل. هالمهرجان اللي كان بالبداية فكرة لمعت بقلبي، آمنت فيها بعقلي وحولتها لحقيقة تشبه الحلم رغم كل الصعوبات اللي رافقت تنفيذها. اليوم خاطرني اقول اني لقيت الجواب. بالحقيقة الجواب كان معي من أول يوم، بس يمكن ما كنت عم شوفه. الجواب هو انه مهرجان زمن الجميل رسالة وفاء بزمن صار فيه الوفاء عملة نادرة. الزمن الجميل مش بس لحظة تكريم على الضوء، هو مساحة نلتقي فيها مع كبار الفن. نحن بنآمن انه العلاقة بين المكرمين ما بتنتهي مع نهاية الحفل، بل بتكبر وبتترسخ ليضلوا دايما جزء من عائلتنا ومشاركين معنا بكل محطات النجاح. طيب المحبة والوفاء والمهرجان اللي عم يكبر سنة بعد سنة كاسم وكصدى بقلوب النجوم والصحفيين والجمهور بحاجة لجهد وطاقة ووقت والبحث عن العمالقة يلي طولوا علينا الغيبة مش مهمة سهلة. وبفضل كل هالتحديات وبدعم شاشة LBCI وبوجودنا بموقع مثل كازينو لبنان بدي زقة كبيرة كازينو تحول مهرجان زمن الجميل إلى براند. بزمن عم نحكي عن الترند، التميز اللي حققناه بهالمهرجان فتح ابواب نجوم كبار وكانت مسكره من سنين وصارت تنفتح. بس هالنجوم مش بس فتحوا بيوتهم، فتحوا قلوبهم كمان. وما بقدر اختم كلمتي قبل ما وجه شكر من القلب لكل شخص آمن بالمهرجان وساهم بنجاحه من اصغر تفصيل لاكبر قرار. فريق العمل، الاعلاميين، الحضور، اللجنه الكريمه، بدي زقفه كبيره للجنه الكريمه. للمكرمين. كلكم شركاء بهالحلم. كلكم ابطال زمن الجميل. وبوعدكم مثل ما تعودنا وقدرنا نحافظ على الاصاله بهالزمن السريع رح نكمل، لان الزمن الجميل مش ذكرى. الزمن الجميل هو مستقبل وعم نكتبه كلنا مع بعض. وبلسان كلمتي بدي اقول مكرمينا هن نبع من الابداع ما بيجف، لانه وطننا العربي زاخر بعطاءات فنيه عظيمه كونت حضاره رح يضل يحكي عنها الاجيال تماما مثل ما العالم كله عم يحكي عن الحضارات السابقه. وهيدا املي ان كل انسان بعده بيامن انه زمن الجميل باقي ومستحيل ينتهي مهما مرت عليه سنين. اهلا وسهلا فيكم بمهرجان الزمن الجميل. شكرا دكتور هاش على هذه السيرة الصادقة اللي حملها.